السلام عليكم. بالفوز العظيم، والله يخلفنا من كل قطرة دم راحت بالأراضي، الله يخلفنا من جاي منها، وشهدائنا الله يرحمهم. يعني شريد نحكي ما نقدر نوصل للحد اللي انجاز به الشباب يعني. والله يوفقهم ان شاء الله لاكبر من اجداد. وش نسوي للشباب وللجبهه؟ ما احنا مقدمين كل شيء. وجنبي يباركوكم بالفوز وبالانتصار، والف شكر لكم. واحنا ربطنا داعش اليوم لنا سنه ونص، ما حد طلع على قصيرته ومشى. اجرونا من بيوتنا، ظلت بيوتنا مثل ما هي، مشاريعنا مثل ما هي، المتورات، كل شيء ظل مثل ما هو. وان شاء الله بجهود الله وجهودكم كل شيء يرجع لنا. وجهود الشباب. قديش ظلوا القريب؟ ظلوا سنه ونص. وتحت فوق السنتين، لانه ظلوا بالمبروكه فوق السنتين طولوا. وبغريتنا سنه ونص الراويه. والشباب شالوهم من المنطقه كلها، وان شاء الله اليوم بكره يوصلون تل ابيض، والله يوفقهم وين ما تقبلوا. والمختار مختار الاسديه، ابوه مختار، جده مختار، مختار لكلياتنا. الله يسلمك، تسلم. والف شكر لكم. وش نقدم احنا للجبهه؟ ما احنا مقدمين، وان شاء الله نقدم الاكثر من الاجداد. نقدم من شباب، نقدم من كل شيء نقدمه احنا. والف شكر لكم. نتشرف. الله يزيدكم شرف ان شاء الله. تفضل. اولا بس الامر اجمالا اقدم لك التهنئه طبعا من خلالك دكتور انت الى كافه وحدات حمايه الشعب في هذه المنطقه المعطاءه. الحمد لله الله جاب لنا رجال فعلا اسايش واساوش واشاوس ومقاتلين بحق وحقيقه، ابعدهم خطر داعش واخوات داعش عن المنطقه، وبذلوا الغالي والرخيص في سبيل اتمام اهل هذه المنطقه نوم هنيء وعيش رغيد. والحمد لله انه احنا كانت الله اكرم منطقتنا بغض النظر عن سوريا كامله بهالوحدات، وحدات الحمايه والاسايش والمقاتلين الذين انضموا لهم من عرب ومن تشان ومن مسيحيه ومن يزيديه. المهم كل مكونات المجتمع كانت متضافره الجهود في سبيل الذود عن هذه المنطقه وحمايتها وتحريرها، والحمد لله تحررت على ايديكم، واحنا سند وعون لكم. والناس اللي هذول اللي جم يسلمون ويباركوا لك وجم زياره هم مهجرين من سنتين من مناطقهم، عانوا ما عانوه وذاقوا الامرين في المنطقه. طبعا هم ما بدهم غير التهنئه، ولا يهمهم مال راح، يهمهم انه هالمنطقه تكون امنه، وانتم اللي كنتم وراء هذا التحرير من اصغر عسكري في هذه المنطقه الى اكبر كادر من كوادرنا وقياداتنا المشهود لها بالكفاءه والنزاهه والتفاني والتضحيه والفداء، وشهدانا مشاع النور. واحنا نكون كلياتنا عون الوحدات حمايه الشعب في كل هذه المنطقه. وش يترتب علينا هسه احنا نكون ناس، ما في ناس تشيل الذخيره تودي العساكر، احنا جاهزين نكون كلياتنا نحمل الذخيره على اكتافنا وعلى ظهورنا، ونروح نوصل كل شيء تحتاجه وحدات حمايه الشعب في الخط الاول في الرقه. ان شاء الله تعالى نكون ايدنا بايد بعض لما نوصل العين العربي الكوباني ونصل على الرقه، ونكون مع بعضنا، وان شاء الله لا يكون في عندنا مقاتلين، بس الامور شويه ربعنا تصير تتكاثر وتيجي لي جاي، او ابنائنا يقدرون يؤدون شيء ولو جزء بسيط من اللي قدمته وحدات حمايه الشعب. ومره ثانيه اهنيكم بالنصر العظيم، النصر المؤزر ان شاء الله ما عاد يفوت
اي واحد مخرب على هذه المنطقه، وشكرا لكم. بعد ما اجت داعش يعني اكثر من سنه ونص تقريبا، قراكم كانت مقرات لهم، وكانت محاصن لهم، بالاخص قريه الراويه وقريه الدهماء والمبروكات وقريه الخنزير بالفتره الاخيره تقدموا. فهالقرى تهجرت اهاليها من سنتين تقريبا، قرابه السنه ونص تهجرت اهالي هالقرى كلها. وهي انتم جايين تباركوا اليبقي على التقدم. فالتهجير داعش هجرت العالم، داعش هجمت واحتلت اراضي العالم، وداعش هي اللي تسببت بخراب بيوت العالم. فهالقرى هلا تقريبا كلها كانت مقرات استراتيجيه واساسيه لداعش على الخط الغربي لراس العين. يعني قريه الدهماء، قريه الراويه، قريه الخنزير وقريه المبروكات يجوز هلا فيها تقريبا قرابه 10,000 لغم، لانه كانت مراكز لداعش. شو سبب الزيارة لمركز العلاقات؟ جينا نهني وحدات حمايه الشعب بطردها الارهابيين الغزاة الطامعين اللي من كل حد وصف جاءوا الى سوريا في سبيل يخربوا هذا البلد. جينا نهنيهم على خلاصنا منهم، على طردهم للدواعشة واخوات داعش. شو شعورك لما وحدة حماية الشعب حررت القرى؟ فرحة غامرة لا توصف، كانت فرحة عظيمة أن كأن سوريا كلها تحررت لما تحررت هذه المنطقة، وإن شاء الله إلى تحرير سوريا كاملة من هؤلاء. فرحة كبيرة إن شاء الله، والله فرحة كبيرة، وأن نهني وحدات الحماية وألف شكر لهم إن شاء الله، وإن شاء الله انتصار عظيم، وإن شاء الله يحرروا هالمنطقة من كل دانس ويريد خراب هذا البلد. إيش عيد عندي، وأشكر اليبكة من الصغير للكبير، ألف شكر لهم، وش نغض منهم ما نجازيهم. شو سبب الزيارة لمركز العلاقات؟ جينا نشكر الأسايس اليبكة، ونشكر الصغير والكبير من طفال والنساء، اليبكة كلياتهم. لا، هم اللي هجرونا وهم اللي حرقهم بيوتنا. نعم، داعش هم اللي هجرونا، هم